السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا كلكم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عودا حميدا بعد الانتهاء من المونديال المشبوه، الموبوء، اللي تم اكتشاف مؤخرا انه متفق عليه. وكان الحقيقة ان مصر تسببت في ان المونديال ده مصر كانت المتسبب الرئيسي في كشف المؤامرات اللي بتاخدها او اللي بتقوم بيها الفيفا ضد منتخبات العالم كلها، مش ضد مصر بس. اخيرا رجعنا لبيتنا وعقر دارنا والمحليات بقى، والدوري المحلي وحلاوة الايجيبشن ليج والنادي الاهلي اللي بنبارك وبنهني جمهوره في مصر كلها وفي الوطن العربي، وبنبارك ونهني مجلس الإدارة بافتتاح الفرع الجديد ووضع حجر الأساس لفرع المنصورة الجديدة. طيب، جايين النهاردة نتكلم في ايه؟ نتكلم على، خلاص انت داخل على موسم جديد، محتاج تدعم الفريق زي ما كنا متفقين من الموسم اللي فات ان كان في مشاكل كتير قوي دفاعية وهجومية. فبدأنا او بدأ النادي الاهلي بالفعل تدعيم صفوف الفريق، وبدأ ب مش هنتكلم عن اللعيبه في البدايه يعني، ولكن خلينا نتكلم عن المدرب القدير حسين عموته. طيب، خلينا نتكلم كده مع بعضينا وندردش على الحسين عموته او حسين عموته بشكل عام. مدرب مش يعني من وجهة نظري هو مش قوي، مش ضعيف، بمعنى ما يقال عنه يعني ان شخصيته قوية. فدي حاجة كويسة إلى حد ما، لأن إحنا كنا محتاجين، لأنه الفترة اللي فاتت كنا مفتقدين فكرة الشخصية القوية في صفوف النادي الأهلي بالنسبة للمدرب. طيب، ليه بقول مش قوي؟ ليه بقول مش ضعيف؟ لأن البطولات اللي حققها برضو ليست بالكتير، وفيها بعض البطولات المهمة. يعني كان حقق في موسم 2010 مع نادي الفتح الرباطي، توج بكاس عفوا بكاس الكونفدرالية الأفريقية وكاس العرش المغربي. طيب، 2012 2013 كان مع نادي السد القطري وخد دوري نجوم قطر، وهناك خد جايزة أحسن مدرب. وبالنسبة للدوري القطري أنا ما بعتبرش إن الدوري القطري دوري قوي بالحب، يعني بالقدر الكافي ان انت ممكن تقيم مدير فني على اساس الدوري القطري، ولكن هي بطولة تحسب له في الموسم اللي مسكه لنادي السد القطري. طيب، بعدها كان موجود في نادي الوداد، او البطولة اللي بعديها او البطولات اللي بعديها في نادي الوداد 2016 2017 خد دوري ابطال افريقيا، ودي البطولة اللي كانت على حساب النادي الاهلي اصلا في النهائي. طبعا كل جمهور النادي الاهلي فاكر الموضوع دوت. وكان خد ساعتها الدوري المغربي كمان. في موسم 2022 2023 خد الدوري المغربي مع نادي الجيش الملكي. وفي 23 24 كان وقتها المدير الفني لمنتخب الأردن، وحصل على المركز الثاني في كأس آسيا لأول مرة في تاريخ عفوا في تاريخ منتخب الأردن إنه يحصل على المركز الثاني. ده بالنسبة للكابتن حسين عموتة، اللي بنتمنى ان هو يكون على قدر المسؤولية، يكون جاي وعارف هو ما هيمسك الإدارة الفنية بالظبط لكبير أفريقيا، ويكون عنده المعلومة دي، ويكون عنده الشجاعة الكافية ان هو يخوض بقى المعارك اللي احنا داخلين عليها مع النادي الأهلي، ويكون في تحسين للمستوى، ونشوف مستوى ونشوف شخصية أهم من المستوى، لأن الشخصية بتاعت المدرب هي اللي هتخلي اللعيب يطلع 100% او اكتر من 100% كمان. طيب، بالنسبة لملف اللعيبة او التدعيمات للصفوف النادي الاهلي، وهنتكلم عن ملف الراحلين كمان، اللي زي ما شفنا امبارح النادي الاهلي نزل بيان على الصفحة الرسمية الخاصة بيه ان تم يعني انتهاء التعاقد مع تريزيجيه. يعني زي ما تقول كده الموضوع اتحل بالتراضي،
ولاننا عارفين ان تريزيجيه طبعا رايح نادي الرياض السعودي اعتقد. والاتفاق كان على ان تريزيجيه هيدفع نص المبلغ تقريبا من معاه اللي النادي الاهلي اشترطه، والنص الاخر هيدفعه النادي اللي هو هيتوجه اليه. ده كان ملخص عقد تريزيجيه او ملخص البيان اللي اصدره النادي الاهلي امبارح بانتهاء التعاقد مع اللاعب محمود حسن تريزيجيه. وهنيجي للحته دي، ولكن خلينا في البدايه نتكلم عن الصفقات والتدعيمات اللي تمها واللي بيفكر يتمها النادي الاهلي. كنا شفنا بالفعل اثناء كاس العالم ان الاهلي تعاقد مع علي محمود واقطاي عبد الله، الاثنين لعيبه من اللعيبه الممتازه جدا جدا جدا، وشفناهم الموسم اللي فات متالقين جدا جدا مع نادي انبي. زي ما احنا عارفين علي محمود فيرود او سترايكر صريح، اما بالنسبه لاقطاي سترايكر وبيلعب ساعات هاف، سواء رايت سواء ليفت، في المكان اللي يحدده له او المكان اللي يطلبه منه المدير الفني. طيب مين تاني في دايرة حسابات النادي الأهلي؟ في فرود اسمه منصف بقرار. ده لعيب جزائري بيلعب في نادي دينامو زغرب الكرواتي، وكان الأهلي قدم له عرض، ولكن هم حاليا في مرحلة المفاوضات. وكان النادي الأهلي تم رفض العرض المالي الأولاني اللي قدمه النادي الأهلي، و او خلينا نقول ان مش تم رفض العرض، اللي تم رفض من النادي الاهلي العرض اللي طلبه نادي دينامو زغرب. يعني دينامو زغرب طلب مبلغ معين من المال، النادي الاهلي رفضه، وبيحاول دلوقتي في مرحله المفاوضات تخفيض المطالب الماليه للنادي الكرواتي. طيب بيحاول النادي الاهلي انه يقلل التكلفه الى اقل من 3 مليون يورو. ويعني زي ما احنا عارفين في الفتره الاخيره بيتم تعويض الكلام ده للعيب او للنادي اللي هيبيع اللعيب في حته احراز الاهداف، حصد البطولات، عدد المشاركات، الكلام ده كله، وبتبقى بنود العقد. واتمنى ان يكون اللاعب ده اتشاف كويس. مش عايزين نلبس تاني في لعيبه زي اللي لبسناهم الموسم اللي فات. ولكن الجواب النهائي او القرار النهائي بالنسبه لصفقه منصف بقرار خلال 72 ساعه هيتم، اما التاكيد اما الرفض التام. خلاص هو مش هيجي، يا اما هيجي وخلاص هتتم المفاوضات، يعني هتكون اتاكدت المفاوضات واتفقوا على السعر، او هيتم خلاص يعني مش هنفكر في الصفقه، هنلغيها وهنشوف حد تاني او حاجه تانية، وبرضو حد ان شاء الله هيكون كويس. هنيجي بقى للصفقة التالتة، ويمكن هي مش هتيجي على بال حد شوية ان انا هتكلم عنها كصفقة، ولكن حاجة مفرحاني جدا جدا جدا، وصفقة مفرحاني جدا جدا جدا، وهي صفقة الحفاظ وتجديد العقد للكابتن حسين الشحات. واحد من كباتن النادي الاهلي، واحد من حاليا من اقدم اللاعبين في النادي الاهلي، واحد معجون بميه النادي الاهلي، واحد عارف يعني ايه جمهور النادي الاهلي، واحد ما قررش يبيع الجمهور بالرغم من ان كان في مشكله وقت التفاوض ان هو عايز رقم والنادي عايز يحط له رقم، وفي الاخر تم الاتفاق وما باعش النادي الاهلي وما باعش بيته وما باعش المكان اللي هو بيحبه. فضل متمسك بجمهور النادي الاهلي. لعيب ذو خبره عاليه، لعيب ذو مهاره عاليه. بص زي ما انت عايز تقول قول، لعب كوره في الشارع ولعب كوره على اسفلت ولعب كوره في رمله ولعب كوره على بلاط وعلى سيراميك. بص لعب كوره، لعيب كوره من الاول يعني من الاخر. وبرضه هرجع اقول لك تاني ان انا مش بتكلم عن حسين الشحات يعني بالطريقه دي علشان حسين مثلا سلاماوي ومن السلام وانا من السلام وبيني وبين بيته فرقة لا خالص. بتكلم عن حسين كده لان حسين من احسن وامهر ويعني هقول من هنا كلام من هنا لسنين جايه مش هكفي حسين الشحات. لما بيكون في البرايم بتاعه او في حاله التركيز التام، او لما بيكون بفضل ربنا، يعني ربنا بيبعد عنه في اوقات الاصابات،
بيكون حسين متألق جدا 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 فوق ما اي حد يتخيل، ومحدش يقدر يعارضني او يعني يغلطني في حاجة زي كده. فدي انا بعتبرها من اهم الصفقات اللي اتمها النادي الاهلي السنة دي، هي تجديد عقد اللاعب والكابتن الموجود في النادي الاهلي كابتن حسين الشحات. طيب ده بالنسبة لملف الوافدين أو ملف تدعيمات أو تدعيمات صفوف الفريق. أما بالنسبة لملف الراحلين فزي ما اتكلمنا من شوية على الكابتن محمود حسن مربع اكس ار 2، انه خلاص النادي الاهلي نزل بيان رسمي بانتهاء التعاقد معاه. طيب محمود حسن في كلام من امبارح انه تنازل عن بعض المستحقات للنادي الاهلي ويتبقى مبلغ هيدفع كاش. طيب لو هتسألني هتقول لي ايه الموضوع، هقول لك ان على الاغلب، خلينا نقولها بالبلدي كده، ان تريزيجيه اتفق مع نادي الرياض ان الصفقة تتم مناصفة، النص بالنص. ازاي النص بالنص؟ الاهلي طلب 1,700,000 دولار كاش، تريزيجيه على الاغلب هيدفع جزء منهم للنادي الاهلي، والنادي الرياض اللي هو هيتوجه اليه او هيمضي معاه خلاص او مضى معاه بالفعل هيدفع الجزء الاخر. فكان مستحقات تريزيجيه اللي تنازل عنها دي جزء من المبلغ، والجزء الاخر هيتم تسديده من خلال نادي الرياض اللي هو راح له تريزيجيه. طيب كابتن محمود حسن تريزيجيه بنتمنى لك التوفيق. انت واحد من كباتن النادي الاهلي، واحد من ناشئين وابناء النادي الاهلي، ونتمنى لك كل الخير. يمكن في الفترات الاخيره ما شفناش الاداء اللي احنا عايزينه من تريزيجيه، ما كانش الاداء بقدر الفرحه اللي احنا فرحناها برجوعك تاني للنادي الاهلي، لان احنا عارفين حجم او عارفين ميزه ومهاره محمود حسن تريزيجيه، ولكن انت ما قدمتش المردود ده. يمكن في كاس العالم ما كانش احسن حاجه، يمكن قبل ما تروح كاس العالم كمان ما كنتش احسن حاجه، كنت هداف ضمن هدافين الدوري، ولكن في بعض الهدافين كده ناس بتبقى محظوظه، يعني ما يديكش اداء بس يجيب جوال. يمكن ده زي وزي وليد ازارو، لو هتفتكر ان هو في موسم من المواسم خد هداف الدوري المصري ب 23 جول وقتها تقريبا، بس كان برضو مفيش اداء. فهي نفس الفكره، انت واحد من هدافين النادي الاهلي السنه دي، عندك تقريبا 11 جول طوال الدوري، ولكن ما ادتنيش الاداء اللي انا محتاجه. فنتمنى له التوفيق في نادي الرياض، ونتمنى ان لتريزيجيه يعني في الحبه اللي باقيين وفي المستقبل اللي باقي ده في كرة القدم التوفيق والنجاح ان شاء الله. ما نتمناش لاي حد اي حاجه وحشه، بس ولكن هتظل ابن من ابناء النادي الاهلي، وشكرا على ما قدمته للنادي الاهلي. بس احنا ما كانش ينفع نكمل مع بعض زي ما بيقولوا كده. طيب ده بالنسبة للكابتن محمود حسن تريزيجيه. بالنسبة لباقي الراحلين، وهو لاعب من أهم لاعبي النادي الأهلي، وهو إمام عاشور. طيب إمام يمكن في الساعات المقبلة والأيام المقبلة هنسمع، أو قد يعني لسه مش عارفين مش متأكدين هنسمع الخبر ده ولا لأ، بس على الأغلب بنسبة كبيرة إمام عاشور هيغادر النادي الأهلي متوجها إلى أحد الفرق في الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسكتلندي. طيب خليني أقول لك الأول إمام في أندية أوروبية عاوزاه، وأندية اسكتلندية زي سيلتيك الاسكتلندي، وفي عروض جايه له من الخليج. لسه يعني احنا ما نعرفش اي حاجه عن عروض الخليج، إيه اللي جاله من الخليج، ولكن في رغبة من اللاعب ان هو ينتقل للدوري السعودي. يعني دي حاجة احنا عرفناها مؤخرا، ان رغبة اللاعب ان هو عايز يروح الدوري السعودي. لكن في مصادر قريبة منه شوية يعني قالت ان هو ووالده مصرين على بقائه مع النادي الاهلي
لصنع التاريخ وزياده في الالقاب والكلام اللي انت فاهمه ده كله. اي حد بيخش جدار النادي الاهلي بيبقى عارف ان هو داخل يعمل تاريخ لنفسه. طيب، موقف اداره النادي الاهلي ايه من امام عاشور ان هو يمشي او ما يمشيش؟ الاداره مش ممانعه، لكن عايزين شرط واحد بس، ان هو يجيب عرض مالي ضخم يناسب النادي الاهلي ويناسب قدرات اللاعب امام عاشور. طيب خليني اقول لك مين اهم الانديه اللي عاوزه تتعاقد مع امام عاشور في الدوري الانجليزي، سواء في الدوري الممتاز او اعتقد في الدوري الدرجه الثانيه. في فريق اسمه ابسويتش تاون. ده اكتر فريق فيه جديه شويه ان هو عايز يتعاقد مع امام عاشور، والتقارير المبدئيه يعني بتقول انه قدم عرض ب5 مليون جنيه استرليني للنادي الاهلي. طيب مين تاني؟ في ويست هام يونايتد حاطط امام عاشور ضمن اختياراته عشان الموسم الجديد، وتوصيات فنيه من الاداره الفنيه عندهم ان هم محتاجين امام عاشور لتدعيم خط النص. في فريق تاني اسمه كوفنتري سيتي، مدير الفني اللي هو فرانك لامبرد طبعا زي ما احنا عارفين، بيتابع كده موقف اللاعب عن قرب، يعني مهتم بالموضوع شوية وعاوز يضمه. في برايتون كمان دخل الفترة الأخيرة في بعد انتهاء او بعد خروج مصر من المنتخب المصري من المونديال، تابع اللعيب وبرضه مهتم بضمه لنادي برايتون. بس في مين تاني؟ في ديربي كاونتي، في ليدز يونايتد، وفي نوتنغهام فورست. ولكن الناس دي مش حاطه اهميه قوي بالنسبه للصفقه، ولكن هي عارف انت اللي بيشتري يتفرج. دي ده ملخص الكلام. طيب مين تاني عايز امام عاشور؟ زي ما قلت لك انديه الدوري الاسكتلندي، سيلتيك الاسكتلندي مهتم جدا، مدرب الفريق مهتم بضم امام عاشور. وكان سيلتيك الاسكتلندي عرض على النادي الاهلي 4 مليون جنيه استرليني. وانديه الدوري السعودي زي ما قلت لك ان هو عايز او حابب ان هو يروح نادي سعودي، ده من خلاله هو يعني، او من خلال مصدر مقرب ليه، انه قال او عرفنا يعني منه ان هو حابب يروح الدوري السعودي، نادي نيوم السعودي، واللي كان عرض على النادي الاهلي مبلغ 6 مليون دولار شامل المكافآت. ولكن النادي الاهلي اشترط دفع مبلغ او طلب عرض مبلغ يعني 10 مليون دولار في اللاعب، بناء على قدرات اللاعب علشان يقدر يبيعه. طلب فيه من نادي نيوم السعودي 10 مليون دولار. طيب مين تاني هيغادر النادي الاهلي؟ ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي، لان عارف انت لما يكون عندك حاجة انت عارف ان هي حلوة قوي قوي قوي، والمفروض ان انت كنت تشبع منها بس ما لحقتش تشبع منها. عارف حاجة تزعل لما يكون عندك لعيب بكواليتي الكابتن محمد علي بن رمضان، وتسمع ان هو وارد ان هو يمشي. طيب ايه اللي هيحصل مع محمد علي بن رمضان؟ حاليا مجلس ادارة النادي الاهلي مخلي الموقف، يعني الموقف بالنسبة له معلق. يعني احنا النادي الاهلي معلق الموضوع ليه؟ لحين ان الكابتن حسين عموتة ياخد قرار نهائي في موضوع محمد علي بن رمضان. عاوزه مش عاوزه خلاص هيتم البحث عن عرض ليه ويتم مغادرته للنادي الاهلي. وحرفيا دي حاجة مزعلاني ومقلقاني. ليه؟ لان انت بالنسبة للمكان اللي بيلعب فيه محمد علي بن رمضان، انت عندك امام عاشور وارد جدا 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 زي ما قلنا من شوية ان هو يمشي. طيب لو مشي ومشيت محمد علي بن رمضان فانت فضيت المنطقة دي خالص تقريبا. واللي انا عرفته من فترة ان قفشة اعارته خلصت مع نادي الاتحاد السكندري وهيرجع مرة تانية للنادي الاهلي. ولكن ما هو انت برضو مش هتلعب بقفشة في المكان ده لوحده. بمعنى وارد، وبعد الشر عن كل لعيبتنا يعني،
ان يحصل اصابه لقفشه. طب مين يغطي مكانه؟ طب وارد ان يحصل ايقاف مثلا، طب وارد ان يحصل حاجات كتير. فمين يغطي المكان ده في حال ان امام عاشور مش موجود؟ اعتقد ان لازم يكون معاه لعيب تاني، رقم واحد عشان بدني ما يقعش لانك هتشارك في اكتر من بطوله. ثانيا يبقى في روتيشنال كده في ما بين اللعيبه وبعضيها، يعني ده بيلعب ماتش ده بيلعب ماتش، او ده بيلعب 45 دقيقه ده بيلعب 45 دقيقه، بشكل متجدد كده، علشان كل اللعيبه يبقى عندها حساسيه الماتشات. وفي نفس الوقت مفيش لعيب انت بتلعبه 90 دقيقة بتلعبه كل الماتشات ولعيب تاني راكنه، فلما تحتاجه مش بتلاقي منه الأداء، فخلاص انت بتقول ان هو وحش فعايز تمشيه. ما عندوش حساسية الماتشات، ما عندوش الكلام ده كله. يمكن آخر لاعب هنتكلم عنه هو عمر الساعي، واللي يعني عرفنا كده ان هو هيجدد او بالفعل جدد اعارته مع النادي المصري البورسعيدي. فاذا عمر الساعي مش هيكون ضمن صفوف النادي الاهلي في الفترة القادمة. طيب ده بالنسبة للصفقات اللي تمت. بالنسبة لملف الراحلين حتى الآن احنا وارد نشوف صفقات تانية الأيام الجاية، وارد نشوف حد تاني هيتم انتهاء عقده أو هيتم فسخ عقده، أيا كان يعني المصطلح اللي بيطلق عليها. ولكن أهم حاجة إن الموضوع بيكون بالتراضي بدون خلافات وبدون مشاكل. نتمنى من الكابتن حسين عموتة إن هو يفهم شخصية النادي الأهلي ويتعامل على هذا الأساس بشخصية النادي الأهلي مع اللعيبة اللي محتاج يتعامل معاها بشدة. يعني احنا عارفين ان احنا عندنا لعيبة رجالة مش محتاج ان انت تنظر عليه، ولكن وقت ما تلاقيه بيخيب لازم تشده. وعندك لعيب تاني هو اصلا خايب عامة، فده لازم تديله فوق دماغه. فنتمنى ظهور سريعا شخصية الكابتن حسين عموتة والتألق مع النادي الأهلي. نتمنى للنادي الأهلي التوفيق في الموسم الجديد. الموسم الجديد هيبدأ زي ما قلت لك قبل كده، إن شاء الله في حاجات بنحاول نعملها. عارف ان الديكور اللي ورايا دوت زي البتاع حاجة مش حلوة خالص. ان شاء الله كل ده يتغير. الكنبة الخضراء دي مش ان شاء الله مش هنشوفها تاني مع بداية الموسم الجديد. هنحاول نعمل شوية حاجات كده، اتمنى ان شاء الله تكون شكلها كويس وتعجب الناس. بدأنا فيها والله، بس انا بعمل كل حاجة حرفيا لوحدي. وانا حابب ان انا اعمل كل حاجة لوحدي، مش عشان انا ما عنديش حد يعمل معايا ولا حد يساعدني ولا الكلام ده. بالعكس، انا حابب ان انا امشي كل الخطى في الموضوع ده لوحدي لحد ما ربنا ان شاء الله يكرمني. وبشكر كل حد بيكتب كلمة حلوة في كومنت، بشكر كل حد بيقول لي لما بيشوفني في الشارع. اكيد صحابي يعني مش للدرجة دي يعني، مش مشهور بالدرجة دي يعني، لكن صحابي اللي بيقولوا لي كلام حلو. الناس اللي بتعمل مثلا فولو بتقول كلمة حلوة او بتعمل سبسكرايب بتقول كلمة حلوة. شكرا لكم، شكرا على دعمكم، وان شاء الله دايما عند حسن ظنكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اشوفكم على خير. السلام عليكم.